ايوه انا عارفه ان انتي متوتره ومتضايقه وزعلانه ومكتئبه عشان هي على وصول، وفي الوقت ده من الشهر بيزيد التوتر والقلق، وبيزيد كمان معاه الجوع العاطفي وابقى عايزه اكل حاجه حلوه. طب لما عاوز اكل حاجه حلوه هعمل ايه؟ رقم 1 هشرب ميه. رقم 2 هاخد وصفة سد الشهية أو قشور السيليوم وهاخد وراها كوبايتين مية كبيرة. رقم 3 هاخد ربع رغيف ومعلقة جبنة قريش. ورقم 4 هاكل الحاجة الحلوة. طيب طالما أنا في الآخر هاكل الحاجة الحلوة، ليه عملت الستبس دي؟ عشان أدرب مخي على حاجة اسمها المايندفول ايتنج، إن أنا أبدأ أفكر في الأكل قبل ما أكل. وده بيمرني على ان الاتاكس او المراحل اللي بتجيلي فيها ان انا عايزه اكل حاجه حلوه تقل، يعني بعالج الجوع العاطفي بشكل غير مباشر. رقم 2 الميه، وصفه سد الشهيه والاكل اللي انا اكلته مليان الياف، هيقلل لي حجم المعده، وبالتالي كميه الوجبه اللي هاكلها من الحاجه الحلوه دي هتكون قليله. ومش بس كده، دي الالياف اللي في الوجبه هتعادل لي السكر، يعني هتقلل لي المؤشر السكري بتاع الحاجه الحلوه، وبالتالي هقعد فتره طويله شبعانه. مش هتعلي السكر مره واحده فمش هيوطى مره واحده، فهفضل شبعانه فتره اطول. يعني الحاجه الحلوه مش هتفتح لي الباب تاني لاني اكل اكتر. وعشان كده دايما انتوا عارفين صحتكم دايما بامان مع الدكتوره عزه شعبان. اكتبي لي في الكومنتات اخر مره اكلتي حاجه حلوه كان امتى.